اخدت وقت قد ايه لحد ما اتعودت على الغربة؟ بصراحة الموضوع كان صعب جدا يعني. انا خرجت من المطار اتعودت على الغربة. خدت معايا بالظبط 10 دقايق. ليه؟ لان انا في مصر كنت مشموت مشموت شمطة وحشة، يعني بدور على شغل وبتاع، وكنت شغال في بنك بقالي 10 سنين. وجيت مرفوض مرفوض مرفوض. ايه يا جماعة، انا اشتغلت 10 دقايق ولا اشتغلت 10 ايام في بنك؟ في ايه يا جماعة؟ فيها منظمات دولية. يلا، مش مشكلة. ده تعود على طول، لان مفيش اوبشن خلاص يعني، فلازم تتعود. الحاجة اللي عمرك ما هتعود عليها او عمري ما هتعود عليها، تعود ان انا اهلي وحشني، يعني ومراتي وحشاني، وحبايبي اللي في مصر وحشاني، واي حاجة انت بتعملها بحب في مصر عمرك ما هتعرف تعوضها بره. عمرك، انسى. انسى. خروجات، اكتيفيتيز بقى، كل حاجة مفيش. ده كفايه بس حوار ان انت في مصر بتخش اي مطعم كده، تقوم داخل السلام عليكم، تقوم رافع الكراسي واكل وماشي، ما بتسالش اصلا الكراسي دي حرام ولا حلال ولا. فيش الكلام ده خالص. يعني انا مثلا هنا قعدت اكل حاجه شبه المولتو كده اسمه 7 دايز، طلع في الاخر حرام. ليه؟ عشان في الكحول اللي مش عارف ايه اللي بيخش في انتاج الخمره. كده هي ماشيه كده. بس وبعد كده مثلا الحلويات، كلها الحلويات لازم تبص عليها عشان في مادة معينة، المادة دي بيستخرجوها من زيت دهن فخدي مؤخرة الخنزير، ويحطها لك. ف تعب تعب اقسم بالله، تعب ذهني. ده